الأصدقاء الأعزاء، الصديقات العزيزات في كل مكان، مرحبا. عودة جديدة للخوض في مواضيع ثقافية سياسية تتعلق بالشؤون السورية الموجعة والمؤلمة والمؤسفة. 10 أيام قضيتها في القاهرة زائرا متجولا، واستخلصت بعض النتائج. إنه هذا البلد الكبير العظيم العريق، بلد التنوع، بلد الثقافة، يوما إثر آخر المشروع الإسلامي يسقط من أعين الناس، يسقط من أعين المثقفين، والاستقرار يمد جذوره في الأرض المصرية، ومستويات محبة الشعب المصري للدولة، للجيش، للقيادة السياسية في ازدياد، رغم المعاناة الاقتصادية التي لا يمكن لأحد أن يغفلها. لكن فيما يتعلق بالواقع السياسي والواقع الأمني، الأمن فوق كل شيء، يعني حتى فوق البعد الاقتصادي أو الخدمي، لأنه دولة تنعم بالرخاء وفيها مثلا للولايات المتحدة الأمريكية، وفيها نسب عالية من الجريمة، ما نفع الحريات العامة أو حرية الصحافة مع استشراء وتفشي الجريمة في الشوارع. وبالتالي الخيار الآن عندما ينظر المواطن المصري إلى حالة السقوط الأمني في سوريا والمجازر ومسلسل المجازر المتنقل من الساحل السوري إلى الجنوب السوري إلى الشمال السوري، واسترخاص النظام السوري لسوريا أرضا وشعبا، وبيع سيادة سوريا للاحتلال الإسرائيلي وقبله للاحتلال التركي. هذا المشهد الكارثي، هذا الفساد والإفساد، هذا التلوث الثقافي، التلوث السياسي، عندما ينظر المواطن المصري لهذا الواقع يحمد الله ألفا وألفين وثلاثة على النعيم الذي يعيش فيه في مصر. وبالتالي يحق التمسك، المواطن المصري أن يتمسك بما هو موجود، معولا على الأمل على أنه الغد سيكون أفضل من اليوم. معرض القاهرة الدولي للكتاب تظاهرة ثقافية، وأكاد أقول أنه أبرز سمات القوى الناعمة المصرية تتمثل في هذا المعرض يستقطب كل سنة، يعني أو يقدم دعوات للمشاركة كضيوف كمشاركين للعشرات، لكن أضعاف هذا الرقم يتجهون نحو القاهرة من البلدان الأوروبية، من البلدان العربية، ويعتبرون التواجد في هذا المعرض بمثابة طقس شخصي لهم، يعني أن يصدر لهم كتاب أو كتابين على هامش هذا المعرض، أن يشاركوا في الندوات وحفلات توقيع الأصدقاء، حتى ولو كانوا زوارا. هم كتاب لكنهم في هذا المعرض زوار، يعتبرون مشاركين فاعلين غير مباشرين غير مدعوين، لأنه يستحيل على المعرض أن يدعو كل هذا الكم المهول من الكتاب والمثقفين في العالم العربي وفي المهاجر. إذن هذا المعرض كقيمة وطنية وقيمة ثقافية عليا وقيمة
اجتماعية، يعني الناس تأتي لزيارة هذا المعرض بعشرات الألوف، بعشرات الألوف. لا أقول يعني الأرقام التي تظهرها المنصات التابعة لوزارة الثقافة أو المنصات الرسمية، يتحدثون عن ملايين، لكن ما رأيته رؤية العين بعشرات الألوف يتجهون إلى هذا المعرض. لا يتجهون فقط لكي يشتروا السندويشات وكذا، لا، يعني المحلات التي تبيع السندويش والعصير في مركز المدينة في وسط البلد يعني أرخص بكثير مما من الأسعار التي تباع في معرض الكتاب. بمعنى أنه هذا المواطن العادي لا يقطع هذه المسافة من مركز المدينة إلى التجمع الخامس، يعني وبعيد عن مركز المدينة، يقطع كل هذه المسافة جيئة وذهابا فقط لكي يتناول سندويشة أو يعني كوب عصير أو فنجان قهوة سعره أضعاف السعر الموجود في مركز المدينة. الموضوع ليس هكذا، ليس فقط متنفس يعني اجتماعي، لا. إذا هؤلاء الذين دخلوا هذا المعرض يعني أضعف الإيمان خرجوا بكتاب أو اثنين أو ثلاثة أو 10 كتب اقتنوها حسب أمزجتهم، يعني سواء كان كتاب ديني، كتاب سياسي، كتاب أدبي. بمعنى هذا المعرض بهذا الحجم أكاد أقول أنه صحيح معرض فرانكفورت الدولي هو أكبر معرض في العالم، لكن من حيث الحجم وكمية الزيارات، زيارة المعرض، أكاد أن أقول أنه معرض القاهرة الدولي يتفوق على معرض فرانكفورت في هذا الخصوص. كان معرضا ناجحا رغم كل ما يمكن للمصريين أن يسجلوا عليه أو للزائرين، أو يعني كل الملاحظات التي يمكن تسجيلها ولا بد منها، يعني تلك الملاحظات فيما يتعلق بالتنظيم، فيما يتعلق بالإدارة، فيما يتعلق بالضيوف يعني الذين يتكررون، فيما يتعلق في مسائل الشلالية وسوء استخدام المنصب من قبل بعض الموجودين ضمن الهيئة المنظمة المعرض. يعني كأن أكون مثلا أنا مستلم من النشاطات الثقافية وأدعو أصدقائي ومن يعني فيما يتعلق مسألة التربيطات والعلاقات يعني أدعوك فتدعوني فندعو ثالثا لكي يدعونا نحن الاثنين، وهكذا. هذا موجود أيا تكن الملاحظات والانتقادات، وهي معروفة وما عادت سرا يعني. إجمالا المعرض ناجح ونقطة مضيئة وقوية وهامة في التجربة السياسية والثقافية المصرية. وأنا مسرور بصراحة وأحرص كل سنة. أنا دعيت بشكل رسمي في 2019 وشاركت، وكانت لي الإطلالة الأولى على الوسط الثقافي المصري من خلال معرض القاهرة. وقدمني وقت ذاك الدكتور زين عبد الهادي، الأستاذ الروائي والباحث والكاتب الموسوعي، الباحث الموسوعي زين عبد الهادي، وقدمني وأجرى معي حوارا. وأذكر وقت ذاك أنه المسؤول عن القاعة الثقافية كان الشاعر المصري والمؤرخ الثقافي المصري المعروف الصديق العزيز شعبان يوسف. وبعدها تتالت الزيارات إلى الزيارة الأخيرة التي كانت عدت منها يوم أمس 6 من فبراير. أنا مسرور جدا يعني بما استحصلت عليه من محبة من كل الأصدقاء، يعني بعيدا عن التشويش القصص التي قيلت عني يعني في السنوات السابقة. مساحة المحبة تتسع، مساحة العلاقات مع دور النشر المصرية بالنسبة لي
في ازدياد. ومحبة مصر والمصريين بالنسبة لي كنز. سأحاول بذل قصارى جهدي للحفاظ على هذا الكنز وزيادة هذا الكنز، لأنه لا أكتفي فقط أنه أن يبقى رصيدي ضمن هذا الحد. بحر المحبة يريد الزيادة، وسأسعى أن أضيف إلى هذا البحر أصدقاء جدد، ناشرين جدد، ويعني من يريد يعني أو يسعى إلى الحفاظ على محبة هوشنغ سيحاول، ومن يريد أن يغادر فليغادر، والحياة هكذا، مجيء ومغادرة، رحيل ومكوث واستقرار وترحال. إذا في أيام المعرض ووجهت لي دعوة لحضور معرض دمشق الدولي، وأنا يعني فورا رفضت مع التعليل، ووثقت هذه الدعوة والرفض ب يعني سكرين شوت وسكرين فيديو يعني، ونشرت على صفحتي ذلك، وأنشر الآن أيضا يعني نص الدعوة ونص الرفض المعلل المشفوع بأسباب التي أعتبرها وجيهة. حقيقة الأمر أنني أعتبر هذا المعرض بمثابة مغسلة آه، ثقافية لنظام الجولاني، غسل يدي نظام الجولاني من السلفية الجهادية، من التكفير، من الفساد، من الإفساد، من التدمير، من القتل، من دماء الأبرياء أخوتنا وأهلنا في الساحل السوري، من المكون العروي، من دماء الأبرياء أخوتنا وأحبتنا وأسرنا من المكون الدرزي، وأخوتنا وأحبتنا من المكون الكردي، ومن كل مكونات الشعب السوري. السريان المسيحيين تضرروا. التفجيرات التي استهدفت الكنائس لا تخفى عن أحد. تحطيم تماثيل مريم العذراء لا يخفى عن أحد. كل هذه اللوحة السورية الجورانية الأحمد شرعية، أعتبر أنه هذا المعرض عبارة عن مغسلة
لهذا النظام على أنه الأمور بخير والثقافة بخير والكتاب بخير والحريات بخير، كل هذه التفاصيل. أنا رفضت أن أكون شاهد زور. انتقاداتي لنظام الجولاني في الأشهر الماضية كانت تجعل البعض جهرا أو سرا، هوشنج القسدي، هوشنج القنديلي، ومن كل الكلام التافه والسفيه الذي قيل عني. الآن جولاني وقسد حلوا مشاكلهم، اتفقوا، اندمجوا، اختلطوا، يعني سموا الموضوع كما شئتم يعني. لكنني هل يعني ذلك يعني إذا قسد تتورط في تبييض وجه وأيدي النظام الجولاني أن أحذو حذو قسد؟ لا، الموضوع خارج هذا الإطار على الإطلاق. الموضوع موضوع أخلاقي وموقف مبدئي من هذا النظام الفاشل المجرم الذي أجرم بحق سوريا والسوريين أرضا وشعبا وسيادة. ولا يمكنني أن أكون شاهد زور على هذا النظام يعني، وبالمشاركة والقبول يعني. تصوروا أنه أنا قبلت هذه الدعوة ووافقت وزودتهم بالمعلومات والبيانات وكل القصص المطلوبة مني، من يعني نص الدعوة معروف. يعني أنا أعرف أنه وجهت لي دعوات أكثر من مرة للحضور في نشاطات ومعارض، صيغة الدعوة معروفة يعني، أرسل لنا كذا، أرسل لنا كذا، وكي يتم استكمال الإجراءات اللوجستية فيما يتعلق بالحجز الفندقي، الطيران، والقصص هي كلها والبرنامج. أحدهم يعني قال لي أنه لا وممكن وكذا وهيك ليش، مش يعني مش صحيح يعني. المهم أنا رفضت، أنه أنا مستعد، يعني هذه بلدي، سوريا بلدي، بلدي الأول وبلدي الأخير. لكن الآن أنا بإمكاني الفصل ما بين سوريا البلد، سوريا الوطن، النظام السوري، نظام الجولاني. أنا معارض لهذا النظام وأرفض ومناهض لهذا النظام بطبائعه، بسلوكياته، بسياساته، بمواقفه، بجرائمه، بعجره، ببجره، بموسى عمره، ببابا غنوج، بسلطاته، بكله، بقسده. أنا معارض لهذا النظام. أنا كنت معارض لقسد وما زلت معارض لقسد، ومعارض للجولاني وما زلت معارض للجولاني. وإذا اندمجوا الجهتين لا يغير لي في الموضوع شيئا يعني. المهم أنا من الموقف المعارض المناهض لنظام الجولاني رفضت، وهذا حقي يعني. أنا حقي أنه تأتيني دعوة وأعترض وأذكر الأسباب، وذكرت يعني في معرض الرد أنه أنا مستعد، مش مشكل، سأشارك، لكن بعد أن تعود الباحثة والناقدة السورية رشا ناصر العلي، دكتورة رشا ناصر العلي، إلى أهلها وإلى عملها، وهي مغيبة ومخفية قسريا صار لها سنة، والنظام الجولاني لم يصدر حول هذا حادثة الاختفاء أي شيء. ووزير طبق السخافة وطبق الكرامة اللي بيحكي عن الكرامة إلى يوم القيامة لم يتخذ الموقف الذي يمليه عليه منصبه وزير للثقافة لكل السوريين، ولم يتحرى في هذا الاتجاه يعني، ويتحقق من مصير هذه الكاتبة والباحثة السورية، سواء كان نظام الجولاني متورط أم لا. جماعات محسوبة منفلتة، حوادث فردية من القصص والسرديات اللي سمعناها، والترقيعات والتبريرات لنظام الجولاني ومثقفي نظام الجولاني. ما سمعنا منه أي موقف في ما يتعلق بحادثة اختفاء رشا ناصر العلي، الدكتورة الأستاذ الجامعية الباحثة، وهي عضو اتحاد كتاب العرب. حتى رئيس اتحاد الكتاب العرب اللي أنا ما بذكر اسمه يعني،
ما لا أذكر اسمه لأنني هو شخص مش معروف يعني على فيما يتعلق بالحراك الثقافي والمنجد الثقافي، مش معروف. فأسهو عن أحمد جاسم يمكن أحمد جاسم الحسين يمكن، إذا أنا اتخربطت في الاسم أو ترتيب الاسم، فالموضوع إنه يعود إلى إنه هو شخص مش معروف يعني، لا يوجد لديه ذلك المنجز الثقافي ال الكبير لكي يجعله يعني معروفا وفي الأوساط الثقافية العربية وحتى السورية. يعني تيجي تقول له رئيس اتحاد الكتاب العرب أحمد جاسم الحسين، جاسم حسين الأحمد، هيك شيء يعني. فممكن بمنتهى البساطة بيقول لي مين زكي جمعة ده يعني. مهم حتى هذا الرجل وهذا الاتحاد وهذا الكيان النقابي لم يتضامن مع آه، دكتورة رشا، والدكتورة رشا عضو في اتحاد الكتاب العرب. إذا هذا الخراب الذي كان موجودا على زمن بشار الأسد، الخراب الإعلامي، الخراب الثقافي، زاد الطين بلة الجولاني وحاشيته وحشده. فأنا ذكرت أنه سأحضر إذا عادت رشا إلى أهلها ووظيفتها، إذا تم الكشف عن قتلة رزان زيتونة ورفاقها ومحاكمتهم، إذا تم الكشف عن مصير الكاتب الكردي السوري حسين عيسو شقيق الفنان التشكيلي العالمي الكردي السوري بشار العيسى يعني. فأنا مستعد إذا اتخذ النظام السوري هذه الإجراءات الثلاث، هذا يعني يعطي إشارة إيجابية أنه النظام يتطور يعني، مع وجود هذا الغموض، غموض التورط. يعني النظام إذا لم يتخذ مواقف إيجابية قانونية في هذه النقاط الثلاث، هذا يعني أنه النظام متورط يعني، ومسؤول عن هذه المسائل، حتى ولو بأثر رجعي. صحيح أنه يعني رزان زيتوني ورفاقها جرى اختطافهم منذ 13 سنة يعني، بأثر رجعي. الذين يحملون مسؤولية الخطف والتصفية الجسدية هم الآن جزء أصيل من نظام الجولاني. النظام السوري أيضا له حصته في نظام الجولاني، وبالتالي حادثة اختفاء حسين عيسو اللي ما زالت معلقة حتى الآن ولم يكشف عنها نظام الجولاني بحكم سيطرته واستيلائه على كل الأرشيف الأمني للنظام السوري، هو يتحمل هذه المسؤولية مع كل هذه التفاصيل وأضعاف أضعافها. كيف لي يعني أن أشارك في هذه التظاهرة اللي عبارة هي كما ذكرت عن مغسلة يعني لنظام الجولاني؟ يعني النظام الجولاني لو على هذه الحال يعني، لو أدخلوه بئر زمزم 7 مرات يطالعوه وينزلوه ما راح ينضف. أنا لا يمكنني، هذا موقفي يعني، موقفي ليس له علاقة بقسد أو تفاهمات قسد أو اتفاقات قسد مع نظام الجولاني. موقف من الاستبداد، موقف من الإجرام، موقف من الضلوع الثقافي في هذه المجازر. أنا لا أطالب أحدا أن يكون مثلي، لكن مواقف الذين يشاركون في هذه التظاهرة يعني معروفة. يعني أنا أعرف مثقفين يعني بصراحة هم قاب قوسين أو أدنى من سقوط يعني من عيني يعني. لأنه مثلا شو يعني صار لك مثلا زاوية أسبوعية في إحدى إصدارات
نظام الجولاني الرسمي، تكتب بشكل أسبوعي. يعني شو أنت فتحت مكة؟ يعني أنت غيّرت في مقالاتك، بدك تغيّر نظام الجولاني، بدك تغيّر عقلية أبو قصرة أو شو اسمه أنور البابا، هذا البليد الغبي اللي أعطانا تفسيرًا إنه اللي بيرفع إيده إصبعته هيك ما ليس له خلفية داعشية أو إسلامية أو قاعدة، لا بيقول الشعب السوري واحد. معنى ذلك إنه الظواهري لمّا بيرفع إيده هيك، أو ال الدواعش لمّا كانوا بيفجروا ويفظعوا بالسوريين وبيرفعوا ويكبّروا إصبعتهم هيك، كان قصدهم والله الشعب السوري واحد، واللي بيرفعوا إيدهم هيك معناته صار هالتفسيرات السخيفة المضحكة والتافهة، والتي تعبّر عن تفاهة مروجيها وقائلها يعني. هذا الشخص يعني بابا والّا غيره والّا قصرة، بكرة راح نشوفه بمعرض الكتاب، زملاء بين قوسين يعني، بيكتبوا أدب وشعر ورواية وبحث وفكر، و ونشوف يعني الباحث والصديق العزيز اللي باحبه كتير يعني سلام كواكبي إلى إلى جانب موفق زيدان. يعني شخص ليبرالي محترم، مثقف، باحث، أكاديمي، إلى جانب موفق زيدان الإرهابي التكفيري اللي كان مسؤول عن استجلاب المقاتلين إلى سوريا، والاثنين والله على منصة واحدة وبيحكوا عن كارثة. هلا استضافة فيصل قاسم، واحد تافه مثل فيصل القاسم، معقول مثل ما النظام السوري استضاف فيصل القاسم في 2007 على يعني هامش معرض الكتاب، احتمال كبير في الدورة القادمة إذا بقي نظام الجولاني، في الدورة القادمة نشوف كمان فيصل القاسم في 2027 بعد 30 سنة يحل ضيفا على نظام الجولاني، وهذا وارد، وسجلوا هاي النقطة يعني، هذا وارد. بس أنا ما بتنهضم معي يعني بكرة إذا بشوف سلام كواكبي مع موفق زيدان يحز في نفسي يعني حرصا على سلام، حرصا على سلام يعني ما عاد يعني، أو مين يعني في الأعوام القادمة إنه مثلا أحمد برقاوي مع مين بتكون مع شو اسمه هذا جميل الحسن، أو صديقه اللي وقع الكتاب هذا كان إعلامي في جبهة النصرة، نسيت اسمه. المهم هذلون التافهين والرعاع والغوغاء والهمج اللي يتصدروا المشهد، حرام يعني. أنا لا أراها لائقا بمثقفين كبار من وزن أحمد برقاوي، من وزن برهان غليون، أن يكونوا على منصة واحدة، والكل في تلك المطحنة أو في تلك المغسلة اللي بيطحنوا فيها أنفسهم وتجاربهم، وبيغسلوا أيدي وأرجل نظام الجولاني الملطخة بدماء السوريين. أنا هذه لا أرضاها لنفسي ولا أرضاها ل ل لأي كاتب يعني. طيب يعني أنا أحترم الناس، وبناء على هذا الاحترام لا أجد هذا المقام لائقا بهم. إذا كانوا هم يجدون الموضوع لائقا بهم لكل امرئ ما هوى وما نوى، وخلاص يعني الموضوع محسوم. نقطة أخرى يعني مسألة التشكيك يعني، مثلا الصديقة الروائية الحلبية السورية ريما بالي كتبت منشورا على صفحتها أنه أنتم بتروحوا على القاهرة وعلى يعني قيس وعلى تونس ويتم تكريمكم وكذا، وشو يعني نظام السويسي ونظام الجولاني، وصارت يعني تنتقد نظام السيسي بشكل مباشر مش غير مباشر يعني. ومعرض القاهرة أنه نفس الشيء. لا مو نفس الشيء يا أختي الفاضلة، يا أستاذتي العزيزة، مش نفس الشيء. أنا رديت يعني رديت بتعليق أنه أنت صايرة عم تخلطي بين الأمور يعني، الموضوع مش نفس الشيء على الإطلاق.
لا يستوي الأمر، شتان ما بين الأمرين. ليش شتان ما بين الأمرين؟ السيسي لم يقترف مجازر في حق حتى خصومه، يعني من الإخوان والسلفية الجهادية، لم يقترف بالمجازر. يعني ما حصيلة الضحايا الذين وقعوا في قصة رابعة المظلومية اللي يعني يرتكز عليها الخطاب، خطاب الإخوان المسلمين وخطاب المعارضين لنظام السيسي؟ ما هي حصيلتهم؟ يعني أنا لا أبرر العنف، وأنا ضد العنف، كائن من كان، يعني سواء السلفيين الجهاديين اللي بيحملوا السلاح ضد الدولة المصرية، أو المعالجات العنيفة للدولة المصرية ضد هذا السلاح وضد هذا التمرد. هنالك تمرد ضد الدولة، يعني ضد الدولة من جماعة سياسية ممولة من الخارج، معروف، يعني كل التفاصيل هي معروفة في 2013 و2014، ومن كان يقف خلفها تمويلا وتسليحا، كلها تفاصيل معروفة يعني. فبيبرروا بيبرروا ان نظام الجولاني انه يرتكب مذابح بحق العلويين على اساس انه هن فلول، ويرتكب المذابح في حق الدروز على أنهم انفصاليين، وبيقولوا النظام السيسي ارتكب المجازر في حق المدنيين العزل والإسلاميين، ومعروفين الأخوان والجماعات الإسلامية في في مصر، يعني لها تاريخ عريق في استخدام العنف والتمرد ضد الدولة، تاريخ دموي وتاريخ بشع، تاريخ بشع. يعني منشأ الإخوان المسلمين، البذرة أو النشأة النتنة، يعني إنجليزية المخطط والسقاية والرعاية كل هالقصص هي. فما في مجال للمقارنة. يعني السيسي لم يقترف مجازر بحق النوبة على خلفية عرقية أو قومية، أو بحق الأقباط على خلفية دينية. مين اللي اقترب بالمجازر؟ الإسلام السياسي، أنصار جماعة أحمد الشرع أو أبو محمد الجولاني، اللي اقترف المجازر بحق الأقباط وهربوا إلى تركيا والآن موجودين ضمن نظام الجولاني، هم الإرهابيين اللي من مصر، يعني اللي قتلوا المسيحيين والآن هم موجودين معززين مكرمين في نظام الجولاني. مش عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي فخامة الرئيس المصري المحترم، يعني أتى للسلطة بعد أن خرج 30 مليون بني آدم على الشارع ضد نظام الإخوان، وبعد سلسلة من الإنذارات والتنبيهات أنه تنحى، مثل ما تنحى مبارك رضوخا للجيش، رضوخا للشعب، تنحى أنت كمان يا مرسلي، تنحى. يعني شو أنت أحسن من مبارك؟ لا، أنت مش أحسن من مبارك. يعني أنت سجلك سجل مبارك السياسي والعسكري والقيادي، أنت يعني لا ترقى إلى هذا المستوى على الإطلاق. تنحى، عاند واستكبر واستأسد وهدد، وخيرة الشاطر يهدد، وعصام العريان يهدد، والمراقب العام للإخوان المسلمين يهدد، والكل يهدد الدولة ويهدد السيسي والناس في الشارع، ملايين الناس في الشوارع. وحسمها فخامة الرئيس، حسمها يعني وزير الدفاع السابق، دافع عن مصر، دافع عن شعب مصر، دافع عن كرامة وسيادة مصر. هذه العملية أكيد سيكون يعني فيها خروقات، فيها انتهاكات، فيها ضرائب، ضحايا، هذا طبيعي. لكن ما تجي يعني حدا ويقول ويقارن فخامة الرئيس المصري الأصيل مع فخامة
الخسيس السوري اللي باع الجولان والجنوب السوري لإسرائيل، وباع مناطق من الشمال السوري لتركيا. ما في مجال للمقارنة. المقارنة غير متوازنة على الإطلاق، غير متوازنة في هذا الإطار. والله السيسي وكذا شو السيسي؟ شو السيسي يعني ف أنا أذهب، أنا من يعني أنا أعتبر أنه هذا الكلام موجها لي، لأنني ذهبت للبلدين، دعيت للبلدين وكرمت في البلدين مصر وتونس، ومن حقي أنا أرد، ورديت بتعليق على ريما بالي على صفحتها، والآن أيضا يعني أستكمل الرد بالكثير من التفاصيل والتوضيح. ما بيصير، ما بتزبط يعني، لا ثقافيا ولا سياسيا ولا يعني ما بتزبط، موضوعيا ما بتزبط يا أستاذ ريما. يعني في ناس بيقولوا لك ما أحلاك وما أجملك ومن القصص هيك. لا، أنا ما راح أقول لك هيك، وأنت بتعرفيني، وأنا يعني أحترمك وأقدرك، لكن أختلف معك في هذه القصة. بدك تروحي على المعرض روحي، بس ما تشككي بمواقف الآخرين يعني. نعم، أنا كرمت في تونس ودعيت إلى معرض تونس وأفتخر، وموقف قيس سعيد اللي فيه من الحزم ما فيه، ويمكن تسجيل الكثير من الملاحظات على هذا الموقف. لكن أنا لا يمكنني أن أتصور تونس الجميلة المنفتحة المتنوعة يحكمها سلفيين جهاديين وأخوان مثل الغنوشي، مثل الجولاني، مثل حسن الدغيم. ما بتزبط معي، ما بتزبط يعني. ما تقارني بين قيس سعيد الأكاديمي الأستاذ الجامعي في القانون الدستوري وموقفه الحازم من الإسلام السياسي. يبدو لي أنه إذا ارتخى الحبل قليلا الإسلام السياسي سينقض على مش على الدولة، ينقض على المجتمع، ينقض على الثقافة، على الفنون. عندما استولى الأخوان على السلطة بالانتخابات في مصر، منعوا فيلم أبي فوق الشجرة اللي صار له 40 سنة بأثر رجعي، منعوه وهو موجود يعني برسم المشاع على منصات التواصل الاجتماعي والمواقع الإلكترونية. منعوه لكثرة البوس اللي فيه. شفتي الفرق يعني يا أستاذة ريما؟ يعني تصوري لو أنه الإخوان الآن كانوا يحكمون مصر منذ 2013 ولا هلا، لشفتي اللحى تغزو الجيش المصري، ولا كان الجيش المصري انهار تحت تأثير الأدلجة والإزاحة، ويشيلوا الجنرالات الوطنيين ويحطوا الجنرالات الإسلاميين اللي بينسجم مع تيار الأخوان المسلمين. حاول هذا شوفي أغلب قيادات الضباط الأحرار كانوا أخوان، لكن فيما يتعلق بالانحياز، هل ينحازون لمصر أم للجماعة للمرشد؟ لا، انحازوا لمصر. عبد الناصر يمكن اللي نفد من الموضوع أنور السادات، ما عاد أتذكر، لكن أغلب قيادات الضباط الأحرار اللي قلبوا على الملك كانوا أخوان. وأرادت الجماعة وأراد المرشد أن يتحكم بالسلطة عبر هؤلاء الضباط، يعني ذوي الرتب الصغيرة، وبالمحصلة فشل التنظيم. لذلك حاول التنظيم اغتيال عبد الناصر في حادثة المشي المشهورة، ويعني كان المسمار اللي دقوه في نعشهم. وطبيعي موقف الرئيس الأسبق جمال عبد الناصر من التيار الإخواني، طبيعي حاولوا يغتالوه يعني. وبالتالي ما في مجال للمقارنة. لا تقارني يعني في الموضوع بين يعني من كاتبة محترمة ومثقفة وسورية وحلبية ومعذرة يعني ومسيحية وتعيش في إسبانيا، وبتيجي بتعمل هيك مقارنة. ما بتزبط. بدك تزبطي أمورك مع نظام الجولاني، زبطيها بشوي يعني بطرائق
تكون يعني أكثر هيك انسجام وتوازن، ما بتزبط هيك يعني. ما أبدًا ما في مجال للمقارنة، تستهدفي مواقف الكُتّاب العرب اللي بيروحوا لعند معرض تونس ومعرض القاهرة والمكرُمات وما الفرق؟ لا فارق كبير، 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 الفارق كبير جدًا، لا مجال للمقارنة بين الأمرين يعني، لا يستويان، شتان ما بين القاهرة اليوم ودمشق اليوم. شتان ما بتزبط. وثانيا انت العام الماضي كنت في القاهره معززه، ايضا معززه ومكرمه، كنت ترفضي طالما انه انت لك موقف من السيسي او كذا. خلاص ليش جيتي على القاهره؟ واحتفينا بك ويعني التقينا ليش اجيتي طالما انت عندك موقف من السيسي ومنحازه للحريات والعداله وتسجلينها على الذين رفضوا على المشاركه في معرض دمشق. رفضوا، لم يرفضوا دمشق. دمشق هي انا عشت فيها يعني، شربت من الفيجه، هي بلدي، انا لا ارفض دمشق، انا لا ارفض سوريا، انا ارفض ان اكون شاهد زور، أن أصب الماء على يد الجولاني وأغسل له إيده من دم السوريين، من دم المسيحيين، من دم العلويين، من دم الكرد، من دم العرب وغيرهم. أنا أرفض هذا الموضوع يعني. حر أنا، وما بقول ليش يعني فلان من الناس يمدحك، زيد من الناس بيسقف لك ويعرفون ويكابروا، مثل ما كتب لك يعني الصديق علي سفر. لا لا ما بنكابر يعني، بمنتهى البساطة يعني أنا كان فيني أروح يعني، بمنتهى البساطة أوافق وأروح، ووقتها يعني أنا بصير منافق، بصير بالضد من مواقفي من هذا النظام. موقفي كشخص علماني ومعتدل ووطني، وأروح أشارك في تظاهرة ثقافية ينظمها نظام سلفي جهادي استبدادي قمعي دموي وحشي إرهابي قبلي، وهبت هبت ولبت لبت. ما بتزبط معي، أنا ما بتزبط معي هاي المسائل. يعني أنا عارضت قسد والبي كي كي 15 سنة بناء على مواقف، بناء على استبداد وسياسات يعني ما أنزل الله بها من حكم وسلطان. فبيجي يعني أنا لو كنت رخيص كنت بعت نفسي لقسد ولمناصب قسد ورواتب قسد، مثل مثقفين كرد كثر يعني. أنا ما بروح، مين يروح، مين يطبل للجولاني كردا وعربا؟ مو مشكل يعني. في كاتب كردي روائي كردي، وسبق ذكرت يعني في له صديق الآن المسؤول عن سانا الكردية، شخص يحمل الجنسية التركية ومؤسس حزب، أسس حزبا في تركيا، هو يؤسس حزبا في تركيا ويدير القسم الكردي في سوريا، القسم الكردي في سانا في سوريا. أعرفه من 16 سنة عندما أنا كنت مؤيد لحزب العمال الكردستاني والتقينا يعني. أنا أعرفه يعني، بيظبط هذا الشخص بيحاول يظبط أمور جان دوست عند نظام الجولاني، وجان دوست بيظبط له أموره عند حكومة كردستان العراق، وهكذا. هذه البازارات، هذه الموائد أنا بعيد عنها. ما لم أطلب يعني يعني وبإمكاني يعني أنه أخلي أموري والقنوات على نظام الجولاني مفتوحة، مفتوحة وبمنتهى البساطة، ويعني ما لا ألجأ لمترجم أو لشخص أو لا، بشكل مباشر. بس هذا لا أجده لائقا بي على الإطلاق، ولن أفعلها، ولن أفعلها. حرام علي دمشق إلى يوم القيامة إذا بقي هذا النظام الفاشل الاستبدادي على هذه الشاكلة ولم يتغير إلى نظام وطني محترم يقود دولة محترمة اسمها سوريا.
أنا لا يمكنني إصلاح هذا النظام، والمشاركة في هذه التظاهرة بداعي الإصلاح و بالله عليكِ يا ريما، بدِّك تصلحي نظام الجولاني؟ بدِّك تشاركي بهذا المعرض، وهي مشاركتِك راح تكون يعني بمثابة الدفع باتجاه خلق انقلاب نوعي في عقلية وذهنية وأداء وسياسة الجولاني؟ ما بتزبط. أنتِ من أنا ومن أنتِ ومن غيرنا ومن جاندوز كي يغيّر هذا النظام؟ ما بتزبط، ما راح يتغيّر هيك، بالعكس سنتورط أكثر وأكثر في تعزيز هذا النموذج المشوه، هذا النموذج البشع الذي يسمى نظام أبو محمد الجولاني، نصير متورطين. أنا هذا موقفي يعني. آخرين قالوا إنه ما الفرق بين هذه التظاهرة الثقافية المغسلة، معرض الكتاب في دمشق ومعارض الكتب في بلدان الخليج؟ لا، فرق كبير، فرق شاسع على مستوى الأداء يعني. مثلا يعني وقد يقول قائل يعني إنه والله قطر دعمت التنظيمات التكفيرية والإرهابية. صحيح، أنا على الصعيد الموقف انتقدت هذا السلوك، انتقدت الإسلام السياسي في قطر، انتقدته، وانتقدت الإسلام السياسي في أعمالي الروائية. مقالاتي السياسية هي حدث ولا حرج، لكن قطر لم تتورط في قتل أبناء شعبها، هذا واحد. اثنين، يعني هنالك اختلاف كبير، لا يمكن مقارنة معرض الكتاب بمعرض الدوحة، لا يمكن مقارنة معرض الكتاب بمعرض الرياض، لا يمكن مقارنة معرض الكتاب في دمشق على زمن الجولاني وحتى على زمن بشار الأسد بمعرض الكتاب في الشارقة. ما بتزبط. هاي مقارنات غير موضوعية، غير منصفة، مقارنات جائرة، جائرة. يعني إن كان الشخص اللي بيطرح هيك تساؤل عربي أو كردي أو سرياني ما بتزبط، والحديث يطول في هذا الإطار يعني على مستوى يعني الكثير من المسائل. لا يمكن المقارنة ما بين نظام الجولاني ويعني نظام في الإمارات، ما بتزبط. يمكن أن نسجل الكثير من الملاحظات والانتقادات على أداء النظام في الإمارات، يمكن أن نسجل الكثير من الملاحظات والانتقادات على أداء النظام في السعودية، يمكن أن نسجل الكثير من الملاحظات والانتقادات على أداء النظام في قطر، لكن من الإنصاف ومن الواجب الأخلاقي والثقافي أنه ما في مجال للمقارنة. معرض الدوحة ومعرض الجولاني، معرض الرياض الدولي للكتاب ومعرض الجولاني، حتى ولو كانت الرياض الآن، الرياض والدوحة هن أبرز المشاركين في هذا المعرض كدعم، مشان يدعموا الجولاني يشيلوه. هن أحرار، دعموه عندما كان زعيما لجبهة النصرة ويدعموه والآن وهو على رأس السلطة. أنا لن أتورط يعني في هذا الخصوص، وأنا عندما أدعى إلى معرض ما أدعى كمثقف، ككاتب له حضوره، له نتاجه، له رأيه، له قوله. يعني إذا سئلت لنفترض جدلا، إذا دعيت إلى معرض الدوحة وسئلت عن أداء السلطة القطرية، سأقول ما قلته في 2018 وحمزة مصطفى كان موجود والدكتور عزمي بشارة موجودين، وانتقدت قطر وتورط قطر في 2000 في الدعم الإسلام السياسي والفصائل المسلحة، وقلت أنه ينبغي أن نبعد سوريا بأوضاعها بمشاكلها عن الصراع القطري السعودي. هذه قلتها هناك في الدوحة،
في 2000 قبل 8 سنوات، قبل 8 سنوات. إذا أُعيد علي هذا السؤال فسأكرر نفس الإجابة يعني. أنا لن أخضع قولي ورأيي وموقفي للمساومة. أنا ما في نظام بيشتريني بزاوية في صحيفة مثلًا، بزيارة، بجائزة، ما بيشتروني. أنا لا أجد نفسي رخيصًا إلى هذه الدرجة لكي أبيع نفسي بزيارة هنا أو هناك أو بمكافأة أو بجائزة. يعني السوق مليان بهيك نماذج من المثقفين من الوزن الخفيف. طبعًا دائمًا راح يشوفوا مبررات لهذا السلوك. أنا مش هيك يعني. شفتوني شي مرة روجت لقطر لأنه أنا حصلت على جائزة كتارة؟ على الإطلاق. بالعكس انتقدت. شفتوني شي مرة أنا روجت لتونس؟ أستاذة ريماية بالي، شفتيني شي مرة عم بمدح قيس سعيد أو النظام التونسي؟ وأنا كرمت في معرض تونس 2021. على الإطلاق، على الإطلاق. لكنني سأشيد بمصر وبقيادتها وبشعبها، واللي عجبه عجبه واللي ما عجبه يشرب من البحر الحي واللي يشرب من البحر الميت كمان. وبحر قزوين والبحر الأسود والبحر الأبيض وبحر القلزم وبحر الظلمات والبحر الأحمر، يشرب من البحر اللي بده. أنا لا يمكنني يعني أن أغفل وأتجاهل وأنحاز للسردية الإخوان المسلمين في بصرة، على الإطلاق. أنا رحت شفت بعيني، ما حدش قال لي يعني شو آجي أكرر كلام شو اسمه معتز مطر والتاني عبد الله شو آه، اللي مكملين فين يا بتاع المكملين؟ مكملين ايه يعني؟ مرسي وانتقل الى رحمته تعالى، هو وربه يعني يتحاسبوا في هذه مكملين. انت رايح فين؟ مكملين فين؟ نسيت اسمه، عبد الله ناصر عبد الله، نسيت اسمه. فهذا هو رأيي وموقفي من معرض دمشق الدولي. اللي يقول عني قسدي أو كان يقول عني قسدي، فقسد ذهبت إلى الجولان وأنا بقيت حيث ينبغي أن أبقى. اللي يقول عني قنديلي، طز بقيادة حزب العمال الكردستاني من إمرالي لقنديل. قلتها باللغة الكردية وباللغة العربية واضحا فصيحا شفافا. لكن هذا رأيي بمعزل عن كل هذه الاندماجات والاتفاقات والقصص هي. لا تحسبون لكي لا تحسبوني في المرات القادمة على قسد وعلى غير قسد وموقف وكذا. لا، قسد صارت في عهدتكم وبين أيديكم. لكن القضية الكردية أكبر من قسد. الحقوق الكردية تتجاوز قسد وزعيم قسد الفعلي والأيديولوجي. هذه مسائل معروفة لمن يجيد الانتباه ومطلع على تفاصيل الأمور. أكتفي بذلك. دمتم بألف خير.